بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة كلمتين: تخلية بعدم المعصية، وتحلية بالإكثار من ذكر الله عز وجل. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد، قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد. يعني دي أيام ذكر لله عز وجل. لأنه سيدنا النبي كان ما يسأل عن شيء من العبادات: أي المصلين أفضل؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. أي المتصدقين أفضل؟ أكثرهم ذكرا لله. أي الحجاج أفضل؟ أكثرهم ذكرا لله. أي الصائمين أفضل؟ أكثرهم ذكرا لله. فكلما تكثر من ذكر الله، ده أعظم شيء تعمله في العشر الأوائل من ذي الحجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأثقلها في موازينكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.